أرواح من الماضي في حارة ضيقة من حواري القاهرة القديمة. كان في بيت قديم مهجور. البيت ده كان ليه سمعة غريبة بين الناس. الكل بيقول إنه مسكون، واللي يدخل ما بيطلعش تاني زي ما هو. البيت من زمان كان بيت واحد من أغنى العائلات في الحي، بس حصلت فيه حادثة مأساوية نصفي من يومها وقصته اتغيرت. القصة بدأت مع شاب اسمه سامي. كان شاب عادية بسيط بيشتغل في محل صغير لبيع الحاجات الكهربائية. سامي كان دايما مهتم بالقصص الغريبة، ودايما بيحب يسمع عن الأشباح والأرواح. في يوم من الأيام سمع عن البيت القديم اللي في الحارة، وقال لنفسه لازم أشوفه بنفسي وأجرب أروح جوه، يمكن ألاقي حاجة تخليني أصدق في الحاجات دي. في ليلة مظلمة قرر سامي يروح للبيت. الجو كان بارد والريح متزعق بين الشوارع، والناس كلها كانوا قاعدين في بيوتهم خايفين من الضلمة. سامي وصل للبيت. الباب كان مخلوع من مكانه، والدخان طالع من الشبابيك المكسورة. دخل البيت وهو حاسس بشيء غريب، ريحة التراب القديم والبلل كانت معبية المكان. تراب وأثاث متهالك، لكنه لاحظ حاجة غريبة: صورة كبيرة معلقة على الحيطة، صورة العيلة كاملة، وشكلهم كان مرعب شوية، خصوصا عيونهم اللي كانت بتلمع في ضوء المصباح اللي معاه. سامي قرب من الصورة وفجأة حس ببرودة شديدة، كأن الجو اتجمد. سمع صوت خفيف بيقول اخرج من هنا. سامي قلبه بدأ يدق بسرعة، بس قرر يكمل. صعد السلم اللي بيودي للطابق التاني، والطابق ده كان مظلم لدرجة انك مش شايف حاجة قدامك. سامي كان شايل معاه كشاف صغير، وبالضوء بتاعه شاف باب مغلق كان شبه جديد وسط الخراب ده. فتح الباب بهدوء ولقى غرفة فيها سرير قديم ومكتب مليان أوراق وصور قديمة. بدأ يقلب في الأوراق، وكانت عبارة عن مذكرات تخص عيلة البيت. قرأ إن في يوم من الأيام حصل خلاف كبير بين أفراد العيلة، والخلاف ده انتهى بمقتل الأب، وأمه اختفت بشكل غامض، وبعدها العيلة كلها اختفت من الحي. سامي حاسس إن في حاجة مش طبيعية. فجأة سمع صوت بيهمس: حاسس بينا؟ قلبه واقع من الخوف، بس كان عنده فضول يكمل. بدأ يسمع همسات وأصوات خطوات حوالين الغرفة، وكل ما يحاول يهرب الباب يتسكر لوحده. في لحظة ظهر قدامه ظل أبيض شكل بشع بيبص له بعينيه. الفاروختين. سامي حاول يصرخ أو يهرب، بس رجليه ما كانوش بيستجيبوا. الظل بدأ يقرب منه، وبدأ يحكي له عن الألم اللي عايشه، وعن الظلم اللي حصل للعيلة دي، وعن الأرواح اللي محتاجاه في البيت مش قادرة تلاقي السلام. سامي بخوفه حاول يتواصل معاهم وقال لهم: عارف إنكم متعذبين، بس لازم أساعدكم تلاقوا راحة. الظل اختفى فجأة، والبيت كله اهتز، وكأن في حاجة كبيرة حصلت. من اللحظة دي سامي فهم إن البيت ده مش مجرد مكان مهجور، ده قبر للأرواح اللي عايزة تتحرر. قرر إنه يرجع ويجيب معاه شيخ يصلي ويفك اللعنات. رجع تاني مع الشيخ، والشيخ قرأ الأدعية والصلاة، والبيت بدأ يهدى، الأصوات اختفت والظلال راحت. بعد كده سامي بقى يحكي القصة لكل الناس عشان محدش يقرب من البيت تاني، ويعرفوا إن الأرواح دي كانت محتاجة بس حد يسمعها ويساعدها تلاقي السلام. لكن في يوم سامي كان لوحده في البيت، سمع الهمسات من جديد. الصوت بيقول: لسه مش خلصنا.